السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محمد. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يلقاكم بألف خير. اليوم جبت لكم بيتزا على اصولها، تجيكم بزاف بنينة مثل اللي تباع في المحلات. في هذا الفيديو نوري لكم كيفية تحضير العجينة والصلصة الطماطم باش ما تجيكمش فيها الحموضية وتجيكم بزاف بنينة وتجيكم بزاف رائعة. ان شاء الله تجربوها وتوفقوا فيها وتنال اعجابكم. بسم الله، نبداو طريقة تحضير الصلصة. هنا عندي 3 حبات طماطم مقطعين هكا شرائح كبار كما راكم تشوفوا، وعندي نص حبة بصل ونص حبة تاع طرشي و3 سنينات تاع توم، وهنا عندي راس الحانوت والملح وفلفل عكري، وعندي هنا زعتر يكون مرحي وفلفل الكحل. نبداو بسم الله باش نحضروا الصلصه تاعنا. نجيبوا مقله هكا اللي نخدموا فيها باش نحطوها فوق النار هكذا. نحطوا الطوماطيش تاعنا ونحطوا البصل والطرشي والثوم هكذا فوق الطوماطيش تاعنا، ونزيدوا عليهم لي زيبيس تاعنا هكذا كما راكم تشوفوا. خياتي نضيفوا عليهم 2 مغارف تاع الزيت. خياتي هذه الصلصه تاعنا نحطها فوق النار على نار قليله، خلوها تتقلى لنا مليح. بعد ما تتقلى لنا نضيفوا عليها نص كاس تاع الماء، ونضيفوا عليها مغرف طماطم مصبره ومغرف تاع سكر صغيره باش تنحينا الحموضه، ونخلوها تكمل طيب لنا. كي طيب لنا خلوها تبرد ونرحوها. نبدا معاكم العجينه دوكا. عندنا 3 مغارف تاع الحضا، عندنا مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، عندنا مغرف كبيره تاع سكر، عندي مغرف ونص خميره تاع الخبز، عندي مغرف صغيره تاع الملح، وعندي كاس ناقص اندوا زيت ومخلط بزيت زيتون. ضفت له 2 مغارف تاع زيت زيتون باش ينكه لي البيتزا تاعي. دوك نبداو بسم الله نخلطوا المقادير تاعنا. عندي بسم الله نجيب كاس نكيلو به الكاس اللي كيلت به الزيت، نكيلو به الحليب. نديرو 2 كيسان معمرين تاع حليب يكون دافي، ما يكونش سخون الحليب تاعنا، يكون دافي. نديرو الكاس الاول، نضيفو الكاس الثاني. الحليب تاعنا كما قلت لكم يكون دافي ما يكونش سخون هكذا باش ما تخسر لكمش الخميره. هنا نديرو السكر تاعنا مع الخميره، نخلطو بالفوي الخميره تاعنا مع السكر في الحليب تاعنا يكون دافي. نخلطو مليح هكا المكونات تاعنا حتى تذوب لي كامل هذيك الخميره مع السكر. نضيفوا عليهم الزيت تاعنا اللي كنت خلطت فيه 2 مغارف تاع زيت زيتون باش ينكه لي البيتزا تاعي وتجيني فيها قشباب هكذا. نخلطوا كامل هذاك الزيت مع الحليب، ندخلوا هذاك الزيت تاعنا مع الحليب هكذا. نضيفوا عليهم الفارينه، نضيفوا حوالي كاس تاع فارينه هكذا في الخليط تاعنا، ونخلطوا مليح الفارينه تاعنا حتى تدخلنا كامل مع المكونات تاعنا. نخلطوا هكا غير بالفوي، نخلطوا مليح حتى تدخلنا كامل ويبقى لنا الخليط سائل كما راكم تشوفوا. يبقى لنا الخليط تاعنا سائل هكذا. خياتي ما نضيفوا له والو، هنا نحبسوا الخلط ونخلوه خياتي هذا الخليط تاعنا في مكان دافئ، ونغطوه ونخلوه يخمر لنا مليح ونشوفوه من بعد كيف. هنا خياتي هاو الخليط تاعي بعد ما خليته خمر لي، غطيته وخليته خمر لي. شوفوا كيفاش يتفاعل الخليط تاعكم ويخمر لكم. هنا خياتي نجيب فوي نعاود نخلط الخليط تاعي. شوفوا كيفاش خمرت لي الخليط تاعي، خمر لي هكذا. خلوه حتى يخمر لكم مليح، ديروه في مكان دافئ وغطيوه وخلوه يخمر لكم. تضيفوا عليه حبه تاع البيض هكذا فوق هذاك الخليط اللي كان خمر لي، نضيفوا عليه حبه بيض. نخلطوا مليح هذاك الخليط تاعنا حتى تدخل لي كامل حبه تاع البيض، ونضيفوا الفارينه تاعنا بالتدريج هكذا. نديروا شويه فارينه ونضيفوا اللحظه تاعنا والخميره تاع الحلوى فوق الفارينه تاعنا. اللحظه خياتي هنايا تعطيكم طراوه وهشاشه للعجينه. العجينه تاعكم تجيكم طريه كما القطن، واللحظه تزيد لها طراوه وتجيكم بزاف رائعه. جربوها على بالي ما حاجه تندموا عليها. نخلطوا الفارينه تاعنا هكا مليح. دوكا انا نحي الفوي، نكمل نجمع بيدي هكذايا، ونديروا الفارينه خياتي بالتدريج. خياتي العجينه تاع البيتزا تاعنا هنايا نخلوها تلصق لنا، نضيف عليهم هذيك الملعقه تاع الملح. والعجينه تاعي كما قلت لكم تقعد تلصق لنا، من نشفوهاش بزاف. لاستوس تاع البيتزا تاعكم باش تجيكم رائعه وتجيكم كما تاع المحلات، خلوها تلصق لكم في اليد وتجيكم طريه، ما تنشفوهاش بزاف. لاستوس تاعها كامل كي تبقى لكم هكاك طريه تجيكم رائعه وما تجيكمش ناشفه بزاف، تجيكم هايله، تجيكم كيما القطن.
جربوها خياتي على بالي تنال اعجابكم وتوفقوا فيها. خياتي انا الوصفات كامل راني نجربهم معاكم، ان شاء الله تجربوهم تتوفقوا فيهم وينال اعجابكم. خياتي هنايا العجينه تاعي ما ندلكوهاش، راني نجمع فيها برك. وانا العجينه هذه بصراحه تجيكم هايله بدون عجن بدون دلك. هاي لك خياتي كما راكم تشوفوا. دوك هنا خياتي نضيف الفرينه هكا في يدي باش نحي العجينه هذه اللي لصقت لي في يدي. هكذا خياتي نجمعوا العجينه تاعي. انا هنا خياتي ما حش نزيد الفرينه، هنا يكفي انا نسحقها تلصق لي. وهنايا خياتي كما تبقى تلصق لكم غسلوا يديكم وديروا شويه زيت. دوك تشوفوني كيفاش نخدمها معاكم باش هكذا يا خياتي تبقى لكم العجينه هكا تلاصق كما راكم تشوفوا، تبقى لكم تلصق هكذايا. لاستوس تاعها نحو العجينه هكا من يديكم، غسلوا يديكم هكذا خياتي. دوك نغسل يديا وندير شويه زيت. شوفوا خياتي جيبوا الزيت، ديروا شويه زيت في يديكم باش ما تلصق لكمش العجينه هكذا، وطموها هكذا كما راكم تشوفوا، ونغطوها خياتي ونخلوها تخمر لنا. هنا خياتي كسروا لها الخمير زوج خطرات، انا كسرت لها المره الاولى والمره الثانيه كي نجو نخدموا بها. نغطيوها هكا في مكان دافئ ونخلوها تخمر لنا ومن بعد نشوفوها كيف خياتي. هاي العجينه تاعي بعد ما خمرت لي شوفوا كيفاش ضاعف الحجم نتاعها. كسرت لها الخمير المره الاولى وهذه المره الثانيه اللي حنكسر لها الخمير. ندخل لها الهواء هكذا العجينه تاعنا ونديروا شويه فرينه لخاطر العجينه تاعكم تبقى لكم تلصق. باش ما تلصق لكمش في يديكم هكايا ديروا شويه فرينه باش ما تلصق لكمش في يديكم تسهل عليكم الخدمه. هكا خياتي نديروها نقرصوا العجينه تاعنا هكا كرات، نديروهم كرات هكا صغار الحجم تاعهم على حسب البلاط تاعكم خياتي. ديروهم صغار، انا هنا راني درتهم شويه كبار لاخاطش لي بلاط تاعي شويه كبار هكذا خياتي. هاي الكره تاعي الاولى تاع العجين هذه تجيكم رائعه، تجيكم بزاف طريه، تجيكم تلصق كما راكم تشوفوها. هاي تلصق لكم كي تكون تلصق لكم في يديكم ديروا شويه فرينه برك باش ما تلصق لكمش هكذا خياتي. العجينه تاعكم تبقى لكم هكايا باش تجيكم بيتزا رائعه وتجيكم خفيفه هكذا. نعملوا كامل الكرات هكذايا نحطوهم بجانب ونحضروا الدريساج تاعنا. هنا عندي فيونداشي كنت حمسته بشويه زيت وضفت له غير الملح. شوفوا كيفاش تحولى لي. هنا عندي زيتون اسود وهنا عندي طوماط وانتم الاختيار تاعكم. وهنا الطرشي تاعي قطعته شرائح وانتم الاختيار تاعكم على حسب الذوق. وهنا عندي شيدار كنت رابيتو هكذايا وحطيته نحطه هنا بجانب. ونولو خياتي نحلو العجينه تاعنا. هنا خياتي نديرو شويه فرينه في الطابله تاعنا باش ما تلصقناش العجينه تاعنا وتسهل علينا في الحلان. هنا خياتي نحلو العجينه تاعنا، نجيبو الكره الاولى اللي حطيناها نحلو العجينه تاعنا تكون رقيقه، ما نحلوهاش خشينه وما نخلوهاش رقيقه بزاف. يا خياتي عينكم ميزانكم، كي تشوفوا العجينه تاعكم رقاقه لكم خلاص ما تزيدوا لهاش. هنا ندير شويه فرينه من الفوق ودرت شويه فرينه من التحت باش تسهل علينا الحلان هكذا. ندنو شويه هادوما هكا باش نحل معاكم العجينه هكذا خياتي. شوفوا نحلو العجينه تاعنا شكل دائري على حسب البلاط تاعنا. شوفوا العجينه تاعكم تجيكم رائعه وتلعبوا بها لعب. شوفوا ما تلصق لكم ما تجيكم. شوفوا كيفاش تجيكم العجينه تاعكم تلعبوا بها كيما تحبوا هكذا وتسهل عليكم في الحلان. شوفوا كيفاش تمشي وحدها. جربوها خياتي والله غير تجيكم رائعه وما تقطع لكمش العجينه، تجيكم بزاف هايله. جربوها وان شاء الله توفقوا فيها هكذا خياتي. رفدوا العجينه تاعكم باش تشوفوا من الجوانب وين تكون خشينه تحلوها هكذا. شوفوا العجينه تاعي كيفاش راني انا ندير لها ما تقطع لي تعاود تولي كيما كانت. دوكا هنا خياتي جبت بلاطه على الفوق رشيته بشويه فرينه هكذايا كيما راكم تشوفوا. وزعوا الفرينه كامل على البلاط تاعنا باش ما تلصقناش البيتزا تاعنا. دوكا هنا خياتي ندير الحلال هكذايا نرولي عليه العجينه باش نديرها في البلاط تاعي هكذا خياتي. شوفوا العجينه تاعكم تجيكم هايله وتجيكم طريه. شوفوا ها ما تلصق لكمش وتتعاملوا معاها تقدروا تتعاملوا معاها. هنا خياتي نهبط هذو الجوانب هكا. ان شاء الله في الايام القادمه نديروا بيتزا محشوه الجوانب هكذا. اليوم درتها لكم سامبل وان شاء الله الخطره الجايه نديروها محشوه الجوانب هكذا خياتي.
شوفوا كيفاش قطعت لها انا هادو الجوانب، لاخاطش العجينه تاعي جاتني حليتها جاتني كبيره على البلا. هكذا نحو لها الجوانب هادو هكذا خياتي. جربوها خياتي والله غير تجيكم رائعه وتجيكم بزاف بنينه، ومقادير تاعها بسيطه هكذا. وتمتم خياتي توجدوها بلا دلك بلا تعب، تمتم توجدوها وتجيكم هايله هكذا. ومن اول تجربه خاصه المبتدئين تجيكم رائعه، من اول تجربه ما تخافوش ديروا هذه الوصفه تجيكم رائعه وتجيكم هايله. من التجربه الاولى تجيكم بزاف ناجحه هكذا. شوفوا نسقم هادو الاطراف تاع البيتزا تاعنا هكذا، نطلعوهم شويه هكذايا. دوكا هنا خياتي نجيبوا لاصوص طوماط تاعنا اللي كنت وجدتها معاكم. هاي لاصوص طوماط تاعي كي رحيتها خياتي ضفت لها شويه زعتر وضفت لها شويه زيت زيتون باش نكهت بها لاصوص تاعنا. لاصوص تاعنا خياتي كيما قلت لكم ديروا لها مغرف سكر باش تنحى لها الحموضه وباش تجيكم بزاف رائعه. وديروا لها طوماطيش تاع الباطا باش تعطيكم لون احمر هكذا كما راكم تشوفوا، وتجيكم بزاف بنينه. ضيفوا لها ملعقه تاع زيت زيتون وملعقه تاع زعتر يكون مرحي مع الاخر. كي ترحوها كامل ضيفوها لها باش تنكهوا بها الصلصه تاعكم وتجيكم بزاف بنينه هكذا خياتي. نضيفوا الصلصه تاعي فوق البيتزا تاعي هكذا كما راكم تشوفوا هكذا. وزعوا كامل لاصوص طوماط على البيتزا تاعكم هكا كما راكم تشوفوا هكذا. دهنوا لها كامل السطح تاعها بلاصوص طوماط هكذا. دريساج خياتي على حسب المقدور وعلى حسب الذوق، وكل واحد باش يحب يدريسي البيتزا تاعو. انا هنا خيرت ندير الفيونداشي مع الطون هكذا. انا نفضل الفيونداشي مع الطون، كل واحد والاختيار تاعو. تحبوا ديروا فيونداشي وحده وتحبوا ديروا الطون وحده كيما كل واحد والاختيار تاعو هكذا خياتي. نوزعوا كامل الفيونداشي على الخبزه تاع البيتزا تاعنا هكذايا. ديروا لها كامل الفيونداشي هكذايا باش تجينا بنينه هكذا ويجينا الشكل تاعها شباب هكذا خياتي كما راكم تشوفوا. وزعوا لها كامل الفيونداشي على السطح تاعها من الفوق، ونضيفوا عليها الطون من الفوق هكايا. نضيفوا عليها القليل من الطون اختياري. قلت لكم تحبوا ديروا فيونداشي وحده تحبوا ديروا الطون وحده، وانتم الاختيار تاعكم. تحبوا ديروا مرقاز كيما كل واحد الاختيار تاعو والمقدور وعلى حسب الذوق هكذا. كل واحد وش يحب وش يفضل. لكن العجينه ولاصوص طوماط جربوهم بهذه الطريقه يجيكم بزاف رائعين ويجيكم بزاف بنان هكذا. وهنا خياتي ندير الطرشي تاعي هذا قطعته هكا شرائح. تفضلوا الطرشي، تحبوا ديروا البصل تاني مقطع شرائح، تحبوا ديروا قليل من الطماطم تاني مقطعه شرائح. انا فضلت ندير غير الطرشي برك هكا. نزينوا كامل البيتزا تاعنا الوجه تاع البيتزا تاعنا كما راكم تشوفوا. في هذه الاثناء خياتي راني درت الفور تاعي يسخن لي على درجه 200 درجه. نديروا البيتزا تطيب لنا من التحت ومن الفوق، نشعلوا لها من التحت ومن الفوق هكذا خياتي. لاصوص تاع البيتزا تاعنا باش تجيكم رائعه وتجيكم كيما تاع المحلات. ما تطيبوهاش من التحت وما تزيدوا تشعلوا لها من الفوق. شعلوا الفرن من التحت ومن الفوق وديروا البيتزا تاعكم تطيب لكم. هنا زينت البيتزا تاعي بالزيتون، ندخلوها الفرن طيب ونعاودوا نولوا نشوفوها كيف. هنا البيتزا تاعي بعد ما طابت لي نص طياب نرش عليها الفرماج هكا كما راكم تشوفوا. الفرماج ما ديروش مع الاول، يطلق لكم الزيت في البيتزا تاعكم. كي طيب لكم البيتزا تاعكم خرجوها نص طياب وعاودوا رجعوها يذوب لها الفرماج. هنا خياتي نحل معاكم العجينه الثانيه كما راكم تشوفوا. نحلوها بنفس الطريقه، نحلوها شرقيقه بزاف وما نخلوهاش خشينه. عينكم ميزانكم هكذا. نحلوا العجينه تاعكم. شوفوا تعاملوا معاها نورمال خياتي، ما تخافوش تتقطع لكم وما تخافوش تحل لكم. شوفوا سهله في الحلان هكذا. شوفوا كيفاش راني نحل فيها. رفدوها خياتي كل خطره رفدوها بالكوتي باش ما تجيكمش جهه خشينه وجهه رقيقه. تنحل لكم كامل نفس السمك هكذا باش ما تجيكمش جهه رقيقه وجهه خشينه هكذا. رفدوها وعاودوا قلبوها وحلوا بالجهات اللي تلقاهم شويه خشن حلوهم هكذا خياتي. انا عندي الاطراف هنا بقاو لي شويه خشان هكذا نحيهم هكذا. انا هنا خياتي نجيب بلا تاع الفوق نرشو بشويه فرينه
باش ندير فيه العجينه تاعي. هكذا خياتي نديروا البلا تاعي شويه فرينه كما راكم تشوفوا، هكذا غير شويه برك ابان باش ما تلصقناش البيتزا تاعنا. هكذا نرفدوا البيتزا تاعنا كما راكم تشوفوا. هكذا درنا لكم هكا، شوفوا كيفاش تعاملوا مع البيتزا تاعكم. العجينه تجيكم رائعه، ما تلصق لكمش، تجيكم بزاف خفيفه، تجيكم كيما القطن. هكذا خياتي نحي لها هادو الجوانب، لاخاطش انا البلاوات تاوعي هادو كبار. نحو الجوانب هادو كما راكم تشوفوا، نشدو موس هكذا نحو الجوانب هادو هكذا كما راكم تشوفوا، بالعقل برك بالموس تمتم يتنحاو معاكم هكذا، ودوروا البلا ونحوهم هكذا. هكذا خياتي نرجعوا العجينه تاعنا في كيس بلاستيكي هكذا، نغطوا العجينه تاعنا توجور بكيس بلاستيكي تاع البيتزا تاعنا اللي نكونوا نخدموا بها هكذا باش ما تنشفناش العجينه تاعنا. نسقموا هكا الجوانب تاعنا، نديروا لها لاصوص طوماط هكذا. لاصوص طوماط خياتي هذه جربوها، تجيكم بزاف رائعه وتجيكم بزاف بنينه، تعطيكم بنه رائعه. جربوها وان شاء الله توفقوا فيها. انا هذه لاصوص طوماط نديرها لجميع المملحات تاوعي، صراحه تجيني بزاف رائعه وتجيني بزاف بنينه وتعطيني بنه بزاف للمملحات. هكذا خياتي انا هنايا خياتي ندير لها لاصوص هكا ونزيد لها الفيونداشي هكا من الفوق، وانتم الاختيار تاعكم كما قلت لكم. تحبوا ديروا فيونداشي، تحبوا ديروا طو وحدو، تحبوا ديروا كل واحد والاختيار تاعو حسب الذوق، كل واحد وش يفضل. هكذا خياتي نديروا لها الفيونداشي هكذا، نوزعوه كامل على البيتزا تاعنا، نضيفوا لها الطون هكذا، الطون نوزعوه كامل على البيتزا تاعنا كما درنا الفيونداشي هكذا، ونضيفوا عليهم الطرشي تاعنا اللي كنت قطعته شرائح هكا كما زينا البلا الاول. خياتي جربوا هذه الوصفه تجيكم رائعه هكذا. انا كل ما نجرب حاجه ولا ندير حاجه نديرها معاكم، نفضل نشاركها معاكم هكذا باش تعمل فائده. هكذا خياتي زينوها هكا بالطرشي كامل، وهنايا نزينوها بالحبه تاع الزيتون هكا. والزيتون تحبوا ديروا زيتون اخضر ديروا زيتون اخضر من الفوق تاني يعطيكم بنه رائعه في البيتزا. خياتي انا هاو البلا تاعي بعد ما كملته نديرو يطيب النار في الفرن مشعل من تحت ومن الفوق ونخلوها تطيب النار. هاي البيتزا تاعي بالاولى بعد ما طابت لي، بعد ما داب لي الفرماج من الفوق، شوفوا كيفاش جاتني البيتزا تاعي. دوك نزيد لها فرماج رابي من الفوق هكذا خياتي. شوفوا الصراحه هذه البيتزا تجيكم بزاف رائعه وتجيكم خير من تاع المحلات، وحاجه مضمونه ومقيه في الدار هكذا، خير من تشروها من برا. ديروها في الدار لاولادكم ولا عائلاتكم تجيكم هايله. هاي البيتزا تاعي مازالها سخونه، دوك نقسمها معاكم وتشوفوا كيفاش جاتني هايله، وتجيكم بزاف رائعه وتجيكم تذوب في الفم وتجيكم رائعه وخفيفه كما القطن. هاي نقسم معاكم البيتزا تاعي. هاي البيتزا تاعي شوفوا كيفاش جاتني، شوفوا كيفاش تجيكم رائعه وتجيكم بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتوفقوا فيها. خياتي ما تنسوش الاشتراك والاعجاب بالقناه ليصلكم كل جديد. سلام.